في حاجة في ألمانيا بنكره ندفعها، بنكرهها، مفيش حد بيتهيألي يعني بيدفعها وهو راضي ومبسوط، وهي فاتورة الراديو أو ضريبة الراديو زي ما ممكن تقول عليها. روندفونك بايتراك ده اسمها، بايتراك اللي هو جزء من الفلوس بتدفعه كل شهر في مقابل الخدمة دي. ولكن الحاجة اللي مش مفهومة لحد دلوقتي بالنسبة لي أنا حتى، انا اول ما جيت انا كنت ساكنه في سكن جامعه، وسكن الجامعه ده بتبقى اوضه استوديو، هي شقه بس هي اوضه اصلا، يعني استوديو صغيره جدا، ما فيهاش الا الحاجات الاساسيه بس، فيها ترابيزه، فيها سرير، فيها حمام صغير قوي قوي، فما فيش مكان فيها لاي رفاهيه ان انت تجيب تلفزيون ولا راديو ولا اي حاجه من الحاجات دي. فانا ما عنديش 4 سنين تقريبا قعدت في المكان ده، ولا عندي راديو ولا عندي تلفزيون، ولقيتهم المفروض اول ما بتيجي المانيا بتعمل حاجه اسمها انميلدوم، يعني هبقى اعمل عنها فيديو تاني. فبعد ما عملت اللي هو بتسجل في المدينه اللي انت فيها، يعني بتعرفهم ان انت موجود في المدينه، اسمك ايه وعنوانك فين وكل الحاجات دي. ف اللي حصل ان انا بعد ما سجلت مفيش بعدها بكام يوم كده ببص في الصندوق البريف كاستن اللي هو صندوق البوسطه بتاعي، لقيت جواب جاي لي زي ده كده، فاللي هو مين يعني مين اللي يبعت لي، يعني لسه جايه. فهم بقى هم بتوع الغوتفونك بايتراج دول اللي هم بيبعتوا لك اول ما بتسجل على طول، اول ما بتظهر عندهم ان انت بتمتلك مكان او مأجر مكان هنا في المانيا، ليك محل اقامه، اوتوماتيك بينزلوا عليك الضريبه دي، فبتدفعها. كام بقى الضريبه دي؟ دي 52 يورو كل 3 شهور، بتدفع 4 مرات في السنه، يعني بالمجمل كده حوالي 200 وحاجه يورو. انا بالنسبه لي لما جات لي ما كنتش مقتنعه ادفعها ليه، انا ما عنديش راديو ما عنديش تلفزيون، فبصراحه اللي انا عملته ان انا طنشت. ودي اسوأ حاجه انت تعملها لنفسك، واحسن حاجه تعملها ليهم. ليه بقى؟ اولا اسوأ حاجه ان انت تعملها لان هم مش بيسكتوا، يعني انت لو طنشتهم مش هينسوك لا مش هينسوك، ده هيفضلوا حاطينك في دماغهم ويبعتوا لك تاني، بس بحاجه بقى، يعني بعت لك مثلا 52 يورو بتوع 3 شهور دول، هيحطوا لك عليهم حاجه اسمها مانونج اللي هو زي غرامه تاخير. فكل مره انت بتتاخر فيها كل ما هم بيحطوا لك فلوس اكتر 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 اكتر. فانا تجاهلتهم، يعني حاولت ان انا اعيش حياتي طبيعي وتجاهلتهم لمده سنه. فطبعا السنه دي اللي انا تجاهلتهم فيها حطوا لي عليها يمكن اكتر، تالي اكتر من سنه كمان كان على قلبي مراوح يعني. فما فيش، يعني حطوا لي مبلغ على المبلغ، يعني دفعت مبلغ يعني فوق يمكن 100 يورو زياده او 100 وحاجه يورو زياده على الفلوس اللي هم كانوا عايزينها مني. ف يعني مش سياسه التطنيش هنا، وانك تكبر دماغك وانك تفكر بقى ان انت هتعرف تفلت منهم، دي مفيش نمله هنا بتفلت منهم، مفيش حد هنا في البلد ما بيدفعش الضريبه دي،